السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشاني من قناتي بي تي، يا رب تكونوا بخير. انا جيت النهارده وحبيت اعمل معاكم صينية الكيكة بطريقة كده جميلة وان شاء الله ما تهبطش منكم. بمكونات بسيطة قوي، ب3 بيضات او 4 على حسب حجم الصينية اللي انتي ناوية تعمليها. شايفين بقى انا عاملاها بيض، شايفين البيض متجمد ازاي؟ انا بحب اخزن البيض عشان الناس اللي هي ما تعرفش الفكره دي. خزنوا البيض زي ما هو كده، تحطيه في الفريزر في كيس بعد ما تغسليه وتحطيه، اول ما تيجي تستخدميه تطلعيه قبلها بنص ساعه او ساعه هتلاقيه اهو بدا يفك. ولو طبعا كيكه كده كده هتتضرب في الخلاط او بالمضرب، فهتبقى ايه الامر بسيط يعني. وعندي هنا كوبايه كبيره عصير برتقال، وعندي كوبايه ونص سكر، وعندي هنا كوبايتين ونص دقيق، وعندي طبعا شيف كيك، وطبعا هنستخدم فانيليا او قشر برتقال اللي يعجبكم. يلا بينا. على فكره انا عمري ما بحط الفانيليا، دايما بستخدم في الكيكه قشر البرتقال بديل للفانيليا، يعني بيبقى جميل قوي وبيخلي الكيكه طبعا طعمها جميل للناس اللي بتحب البرتقال. يلا بينا نبدا المكونات. اول حاجه هحط الزبده او السمنه على حسب اختيار، او الزيت اللي بيعجبكم، بس انا بعملها بالسمنه اللي هي روابي او اي نوع يعني، او انواع الروابي الروابي او النخلتين او مثلا كريستال، النوع اللي يعجبكم يعني. هحط السمنه وهحط عليها اهو، ادي السمنه هنحطها على البيض اهو. انا بحب اضربها في الخلاط. بعد كده بعد ما حطيت البيض والفانيليا احط قشر البرتقال والسمنه، عصير البرتقال. يبقى كده حطينا السمنه وحطينا عليها عصير البرتقال وحطينا عليها السمنه، وهنحط عليها كمان السكر. وبعد كده هبدأ اخلط كل المكونات دي مع بعضها. بعد ما اخلط المكونات دي دقيقة او دقيقتين كده مع بعض، هنزل بكمية الدقيق بتاعتي شوية شوية. وبعد ما حطينا الدقيق هحط كده الشيف كيك او البيكنج باودر. انا بحط ورقة كاملة، مش معلقتين او معلقة او معلقة ونص، انا بحط ورقة كاملة شيف كيك. وبعد كده بعد ما حطيناها هضرب برضو مكونات تاني في الخلاط عشان كله يدخل في بعضيه. وبعد ما ضربنا كله في الخلاط هنجيب الصينيه بتاعتنا، نبقى دهنينها سمنه او زبده وحاطين عليها رشه دقيق عشان ما تلزقش. طبعا الخلاط، طبعا في ناس تستغرب طريقه الخلاط، بس الخلاط بديل للمضرب. انا اكتر من مره بعملها في الخلاط او على طول تقريبا بعملها على الخلاط، وبتطلع جميله زيها زي مضرب بالظبط، او زي اللي هي بالمضرب اليدوي. وبعد ما حطينا الخليط كله في الصينيه هنروح بيها على فرن، نشغل الفرن ونروح حاطينها على طول، ونشغل من فوق ومن تحت طبعا، والمروحه الهوائيه نشغلها برضو. ان شاء الله تطلع كيكه جميله. يلا بينا نحطها في الفرن عشان نشوف النتيجه. بعد ما طلعناها من الفرن ده الشكل النهائي الكيكه الاسفنجيه. شايفين طريه وجميله وهشه ازاي؟ شايفين؟ الف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بي تي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.